ايه الفرق ما بين اون، اونا، اونو، اوني، اونا، بان، باني، بانيا، بانوفيا، بانسبو؟ في الفيديو ده هنتعلم الفرق ما بينهم وبين كل الضمائر بطريقة سهلة وبسيطة توصلنا وتقربنا لهدفنا اللي هو في الآخر تصريف الأفعال واستخدام الضمائر ذات نفسها. أنا اسمي أبو لافا وده كورس بولندي أونلاين. بكل بساطة أنا يا، أنت تي. الجمع بتاع يا، الجمع بتاع أنا هو نحن م. طب الجمع بتاع أنت أنتم v. يا أنا، تي أنت، مي نحن، في أنتم للجمع. اللي بيلخبط هو ضمائر الغائب، هم، هو، هن، هي وهكذا. بكل بساطة on لو عندنا راجل بنتكلم عليه بنقول عليه هو on. أنا بحرف الإيه مؤنثة فتبقى بنتكلم على واحدة ست أو حاجة مؤنثة هي. طب أونو حرف الأو، حرف الأو هو محايد، لا هو ذكر ولا هو أنثى، ده في اللغة. زي مثلا جيتسكو، جيتسكو بنقول عليها أونو آخرها أو، فإحنا بنفرق ما بين أونا وأونو بالنهائية. أونا آخرها إيه مؤنثة، أونو آخرها أو محايد. لغاية كده تمام. الجمع بتاع هو هم، لو أنا بتكلم على راجل واحد هو، لو أنا بتكلم على رجالة كتير هم. نفس الكلام on، أوني آخرها إي. on راجل واحد، أوني رجالة كتير. وحتى لو كان في راجل واحد بس والباقي سيدات أو نساء فإحنا بنتكلم عليها أوني برضه. طيب لو ست أونا، لو ستات كتير أونا. طيب أنا ستات كتير وممكن برضو أي حاجة غير ذكر أو غير عاقل، زي مثلا الجماد، زي الحيوانات، أي حاجة غير عاقل الجمع بتاعها أنا. فأنا هي الجمع بتاعت أنا هي، أو أونو اللي هي المحايد، لا هي مذكر ولا هي مؤنث في اللغة طبعا يعني. طيب صيغة الاحترام، لو أنا قلت السيد إسلام بدل ما هقول مثلا زي ما بقول في الإنجليزي مستر إسلام، في الفرنساوي مسيو إسلام، في مثلا الأسباني سينيور، في الألماني هير، في البولندي بقول بان إسلام. بان إسلام السيد إسلام أو أستاذ إسلام. وبصيغة الاحترام لو أنا بكلم واحد وبقول له حضرتك بقول بان، الكلام ده لو ذكر، الكلام ده لو رجل. طيب لو أنثى بقول باني. فتاني بان حضرتك، باني حضرتك مؤنثة. الجمع بتاعهم باني هحط لها حرف الايه في الاخر تبقى بانيه. حضراتكم للسيدات. طبعا هنا احنا بنتكلمش على المحايد، مفيش محايد هنا، احنا بنحترم واحد بنقول له بان، بنحترم واحده بنقول لها حضرتك باني. الجمع للسيدات بنقول بانيه، الجمع للذكور حضراتكم بمعنى اصح للرجال عامه بنقول بانوفيا. تمام جدا. طب لو عايز اقول ايها السيدات والساده ladies and gentlemen mesdames et messieurs بالبولندي هتبقى panie i panowie، أو بنختصرها بكلمة واحدة ونقول بانسبو. فبانسبو هي أيها السادة رجال وسيدات الاتنين مع بعض، تمشي ده لوحده وتمشي ده لوحده وتمشي الاتنين مع بعض، وعلشان كده ليها معنى تاني بمعنى بلد. فتاني ركاب سريع كده على الضمائر وصيغة الغايب. أنا، يا، تي، مي نحن، في أنتم، on هو لو رجل، أونا آخرها آ مؤنثة هي، ومش لازم مؤنث يبقى ست، فاحنا عندنا أوسوبا شخص مذكر ولكن آخرها آ فبنستخدم أونا. هرباتا أونا، كانابكا أونا. أونو لو جيتسكو محايد، أي حاجة آخرها أو بتبقى محايد. الجمع بتاع أون أوني، الجمع بتاع أونا أونا، الجمع بتاع أونو أونا برضو. فأونا هن بالعربي، وتمشي برضو جماد أو حيوانات أو أي حاجة غير عاقل في الجمع. أما صيغة الاحترام لو هو مش موجود بنقول بان إسلام، السيد إسلام. لو قدامنا وبنكلمه بنقول حضرتك بنقول بان. لو هي واحدة بنقول باني. لو هم جمع أكتر من رجل بنقول حضراتكم للرجالة بنقول بانوفيا. لو راجل واحد بس وستات كتير بنقول بانوفيا، هو كده راجل بيقش. ولو كلهم ستات بنقول بانيا. ولو عايز اختصر الاتنين مع بعض اقول ايها السيدات والسادة
panie i panowie أو państwo. سهلة بسيطة. تعال نأكد على الفهم. لو عندنا محمد ومحمود وهما مش موجودين وأنا عايز أتكلم عليهم، هقول ضمير إيه؟ أوني. محمد ومحمود ذكور أو رجال، فإحنا بنستخدم ضمير الغائب هم أوني. طيب لو سيدات، لو عندنا غادة وسارة وشيماء، أنا. أصابع يعني شخص، ودي آخرها يعني مؤنثة بنستخدم معاها أونا. طيب احنا لو عايزين نقول أشخاص أصابع هنستخدم أوني تشي أونا. أونا. جيتسكو طفل بنستخدم معاها أونو. لو احنا عايزين نتكلم على جيتشي أطفال كتير هنستخدم أوني تشي أونا. أونا جمع أونو أونا. لو جاوبت صح فألف مبروك، انت كده فهمت الفرق ما بين الضمائر أوني أونا أونو أونا، بان باني بانيه بانوفيا اي بانسفو. كده احنا جاهزين للفيديو اللي بعده، اللي هو فيرب اهم فعل في اللغه البولنديه فيرب بيتش اللي هو يكون، والفيديو اللي بعده ان شاء الله ميتش يمتلك. واحنا كده احنا بنخلص المستوى الاول يدا. لو فهمت حاجه او اتعلمت مني اي حاجه في كورس البولندي اونلاين، ما تنسانيش بدعوه حلوه. الدعوه بتوصل في اي مكان وفي اي وقت، وزي ما المصريين بيقولوا الصنعه عايزه نفس طويل، واللي يعمل بايده يغلب سيده. البولنديين بيقولوا praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka naprawdę czyni mistrza. praktyka czyni mistrza.